السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. الكنافه بقى البيتي بطريقه سهله وسريعه. تعالوا اقول لكم على المقادير. انا جبت 3 كوبايات من الدقيق. بنفس الكوبايه انا عايرت كل المقادير، وكوبايه ونص من النشا، وحطيت نص معلقه ربع معلقه صغيره من الملح. كوبايه ونص اهو من النشا. انا عايرت كله بنفس الكوبايه اللي شفتوها في الاول. ابتدي اقلب كده المكونات مع بعض، دي مع النشا مع ربع المعلقة صغيرة من الملح. وهحط بصوا تلت كوباية من الزيت. حتى لو كترت ربع كوباية حطوها عادي، زيت يكون بس يعني ملهوش ريحة. وهبتدي اجيب 3 كوبايات مية، اللي هو مية فترة، يعني انا سخنتها ودفيت شوية. وهبتدي اقلب كده شوية بشوية، ولو عاوزين تاني انا هزود، يعني على حسب كمان قوام كل دي. في دي بيحتاج مية، وفي دي لا، وفي دي يعني اللي هو بيشرب مية كتير، فاهميني؟ فشوفوا دي، شوفوا على حسب المقدار بتاعك. ولو مش يعني خايفة تطلع مش حلوة الكنافة، يعني خايفة تجربي وتبوظ منك، جربي في مثلا في نص المقدار، يعني كوباية ونص من الدقيق وكوباية الا ربع من النشا والزيت والمية. جربي في مقدار اهو. بعد ما ضربته وشفت بقى لو محتاجة مية، بصوا عاملين قوامها زي الكريب اهي. هبتدي بقى، جبت شفشق زي ما انتوا شايفين، وجبت المصفى عشان اصفيها، عشان اللي في اي تكتلات تضايقنا ولا اي حاجة. هبتدي بقى اصفيها. شايفين القوام؟ هبتدي انزل بقى في المصفى، وهتشوفوا بقى في الاخر التكتلات كتير جدا. هبتدي اصفي شوية بشوية. يا جماعة حلوة جدا وجربوها. انا عملت الصينية كمان، يعني حبيت كنت هخزنها، بس عملت منها صينية كنافة. بصور لكم في مرة تاني ان شاء الله الكنافة انا وبعملها. هنبتدي زي ما قلت لكم، المقدار ده كله هيطلع معاكم كيلو كنافة. تقسموها على مرتين وتحطوه في الفريزر عادي زي ما بنشتريها من بره. زي ما انتوا شايفين معايا اهو. عايزين نعمل بقى كل حاجتنا في البيت. عملت معاكم بودرة الصوبيا، وهعمل معاكم ان شاء الله عصير تاني مسحيق تاني، بدل ما تشتريها من بره غالية وكده تعمليها في البيت بأرخص المكونات. والكنافة برضو عملناها اهو. يعني ان شاء الله نحاول نقتصد كده في كل حاجة. هوريكم التكتلات في بعد ما اصفي المقدار اللي انا عملته. هبصي بحاول اعملها بالمعلقة، بس هلاقي فيها تكتلات برضو. التكتلات دي كانت هتبوظ الدنيا، يعني مثلا كانت هتبوظ الكنافة لو كنت سبتها. طبعا اي عجينة اهي شايفين التكتلات اهي. بس همسح الدرق اللي انا حاطه فيه، همسحه وهسيبها او اغطيها وهسيبها ترتاح نص ساعة. نص ساعة عشان ايه؟ تظبط معايا الدنيا، يعني انا وبعملها. هغطيها واسيبها ترتاح نص ساعة، وبعد كده ايه هقول لكم بقى هنعمل ايه.
بعد كده لما نيجي نعملها اول حاجة هنسخن الطاسة. بصوا لو طاسة ألمونيا هنمسحها بزيت ونوطي عليها، خلي بالكم. اما دي الطاسة برضو انا حبيت اجربها مرة كده ومرة كده، قلت اشوف يعني اللي هيظبط معايا اكتر. اديت لها مسحة زيت بس مش كتير، يعني اللي هو عشان ما تخليكيش الكنافة كلها مليانة زيت. وهبتدي انزل بيها، هشوفوا هعمل كل شوية. بصوا شايفين لونها اول ما يتغير لونها هروح اشيلها. طبعا انا حاطه فوطه من تحتها وفوطه من فوقها عشان ما تنشفش معاكي. اهي اول ما بتغير لونها ببتدي اشيلها. زي ما قلت لكم بغطيها على طول بفوطه، بحط بين كل يعني حطيت فوطه من تحتها وفوطه من فوقها، بطلع شويه بشويه وبروح اغطيها. هي كده كده اصلا بتبرد، اما لو سبتيها كده هتنشف معاكي وكده. فبمسح الطاسه زي ما انتوا شايفين، بمسح الطاسه وببتدي ايه احط زي ما قلت لكم. هي مسحه زيت في الاول بس خالص، مسح الزيت وبعد كده بنزل. اهي زي ما انتوا شايفين اهو. واول ما يغير لونها ببتدي اشيلها. اول ما بيغير لونها على طول بصوا يعني ما بسيبهاش على البوتاجاز، لا انا بكون واقفه جنبها. اول ما الاحظ ان هي غيرت لونها اروح اشيلها على طول، يعني ما بسيبهاش وامشي وكده. طبعا انا جبت يعني اللي هي ازازه وغط، يعني اللي هي ازاز دي بتتباع جاهزه بره. لو عندك مثلا ازازه ميه ممكن تخرميها خرم واحد، تسخني كده شوكة او خلة بتاعة الاسنان، تسخنيها وتخرمي بيها الغطا. انا العلبة دي يعني جاهزة فيها خرم في النص. زي ما انتم شايفين بصي ما بتاخدش اصلا يعني دقيقة، ما بتكملش دقيقة وبتكون ايه غيرت لونها على طول. فببتدي اشيل طبعا عشان كمية كبيرة وكده مش هعرف اصورها لكم كلها، فانا بوريكم الخطوات، بوريكم ازاي تعملوها. انا كنت عامله زي ما قلت لكم التركبات دي عملت معايا كميه ما شاء الله حلوه جدا زي ما انتوا شفتوا معايا في اول فيديو. طبعا زي ما قلت لكم بنمسح بالمنديل بعد ما نطلع كل شويه والتاني. بدوس واحده واحده بصوا، وسهله جدا يا جماعه. اول ما لونها يبهت كده شويه بروح على طول اشيلها عشان ما تنشفش معايا. لو سبتيها اكتر من كده هتنشف معاكي. اهم حاجه ما تطلعهاش عجين، يعني ايه تستني بس اللون يغير بتاعها. هنبتدي اكرر نفس الخطوات في كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه كده. اشتركوا بقى في القناه وفرحوني. لو طلعت عادي كده نقط دي متقلقوش. اشتركوا في القناه وفرحوني وفعلوا زر الجرس. اهي بعد ما زي ما انتوا شايفين اهي شلت الغطا من عليها الفوطة وشايفين بقى الكمية ما شاء الله كبيرة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ان شاء الله اللي يصلكم كل جديد مني. جربوها يا جماعة حلوة جدا، يعني مدية شوية على الكنافة البلدي. طبعا كل ده بسبب الخرم، يعني على حسب ما لو الفتحة بتاعت العلبة واسعة. يلا والسلام عليكم.